ثقتكم صفوا على العنصر النسوي سيداتي وسادتي، وعلى المرأة المغربية عطاها الله الصحة. غنشوفوا الآن كيفية التدخل ديال عناصر الشرطة والصد. يا سلام، وقت عليكم وتفقدكم سيداتي وسادتي انكم تستمتعوا معنا بهذا العرض الخاص بفنون الدفاع الذاتي واللياقه البدنيه. نبقاو في المباشر مستمرين وكنعيشوا مع الناس والمغاربه اللي كيتابعونا داخل وخارج ارض الوطن هذه اللحظات الجميله ضمن فعاليات ايام الابواب المفتوحه في نسختها الخامسه هنا بهذه المدينه الجميله مدينه اكادير. يا سلام، ثقتكم الله يخليكم. على هاد عناصر الشرطة المتدربين وكذلك الموظفين التابعين للمعهد الملكي للشرطة ولمختلف مؤسسات التكوين. إذا غنتابعوا إياكم دائما عروض خاصة بالرياضة وبفنون الدفاع الذاتي، وهي أول شيء كيتلقاها رجل الأمن ملي كيولج لشي مؤسسة أمنية من أجل بداية التدريب ديالو. فهذا الشيء اللي غنتابعوه وإياكم من خلال هذا العرض اللي كيبرز المهارات المكتسبة في رياضات الدفاع الذاتي وتقنيات التدخل الجسدي لتقييد ومخاطر التهديدات الناشئة على أي مشتبه فيه في الشارع العام. يا سلام، احنا كنعيشوا اليوم ما قبل الاخير، اليوم الرابع من فعاليات ايام الابواب المفتوحه هنا بمدينه اكادير. اذا نتابع وإياكم بعض التقنيات الخاصة بفنون الدفاع الذاتي وكيفية التصدي للعناصر الإجرامية باستخدام الرياضة وفنون الحرب من أجل شل حركة العناصر المشتبه فيها وجصهم واقتيادهم للمصالح المعنية.
التكوين. دائما من بين اهم الانشطه اللي كيقوموا بها المتدربين بالمؤسسات التكوين هو الرياضه وكذلك الدفاع الذاتي، حتى يتمكن اي شرطي من يخرج للاشتغال في الشارع العام بان يكون عنده ابسط التقنيات في التدخل والدفاع الذاتي كما كتتابعوا منا سيداتي وسادتي هنا ضمن الفعاليات ديال الافتتاح. اذا تحت توقيتكم سيداتي وسادتي على هذا الشباب، تبارك الله عليكم وشكرا لكم.